واخيرا قررت ان انا اطلع لكم كل اسرار البسبوسه، ومش هخبي عليكم حاجه خالص. البسبوسه بتاعه الحلواني الاصليه اللي حرفيا محدش ينافسني فيها. هقول لكم كل التريكات اللي انا بعملها اطلع لكم قطعه بسبوسه متماسكه وفي نفس الوقت دايبه، وحرفيا تحفه جدا، طعم وشكل حاجه كده وهميه بجد. وطبعا الترميله مش قادره اقول لكم عليها، اديكم شايفين بنفسكم، وهقول لكم كمان نوع السميد اللي تستخدموه. بس قبل ما نبدا يا ريت تحطوا كومنت حلو كده صلوا فيه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش كمان تحطي لايك. هنجيب حله وهنحط فيها 3 ارباع كوبايه من الحليب يعني 170 جرام، هنضيف عليهم كوبايه من السكر يعني 200 جرام، نص كوبايه من السمنه زائد معلقه كبيره والسمنه بدرجه حراره المطبخ، و50 جرام عسل ابيض او عسل جلوكوز يعني تقريبا معلقه كبيره مليانه. هنحطهم على النار يدوب يدفوا، بس عايزين السكر يدوب تماما والخليط ده يبقى متجانس مع بعضه، واهم حاجه ان الخليط ده يكون دافي مش سخن. بعد كده هنجيب طاسه وهنحط فيها معلقتين من اللبن البودر نيدو او اي نوع، وتبتدي ان انت تحطيهم على النار لحد ما ياخدوا لون ذهبي، يعني بنفضل نقلب فيهم زي ما انتم شايفين كده لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. بعد كده هنجيب نص كيلو من السميد يعني 3 كوبايات، ومعاهم بطرف معلقه الشاي بيكنج باودر، وهنحط عليهم الحليب النيدو، وممكن كمان تضيفي معلقتين جوز هند لو بتحبيه، وتقلبي الخليط مع بعضه كويس جدا. وبعد كده تحطي عليه الخليط السائل بالشكل ده. بعد كده هتقلبيهم بالراحة جدا جدا جدا، وما تقلبيش كتير، يا دوب بس ان الخليط يتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده شكل الخليط، وطبعا ترميلته واضحة جدا جدا. وده كيس السميد اللي انا استخدمته، جميل جدا، موجود في كل مكان في مصر، حلو قوي، اسمه سنبلة الفرات، جميل جدا جدا. هنجيب صينيه مقاس 32 سنتي ونبدا ان احنا ندهنها بالسمنه بالشكل ده. لو عايزه تدهنيها طحينه مفيش مشكله، الاتنين نتيجتهم حلوه قوي. الصينيه اخرك ممكن تجيبي صينيه مقاس 30 او 32، لكن اصغر من كده هيكون الخليط كتير على الصينيه، وهيبقى طبعا البسبوسه بتاعتك تخينه قوي. هنبدا نفرد الخليط بايدينا بالشكل دوت، بيتفرد معاكي بسهوله جدا، او انك تخبطي الصينيه كذا خبطه كده بيتفرد برده زي الفل. هندخلها على درجه حراره 180 فرن مسخن مسبقا، ونبدا ان احنا نجهز الشربات بتاعنا. والشربات بتاعنا عباره عن 3 كوبايات من الميه، عليهم كوبايه ونص من السكر، وبندوبهم كويس جدا جدا بمضرب كده بايدينا قبل ما نرفعهم على النار. وبعد كده بنرفعه على النار بعد الغليان، تعدي 10 دقايق بالظبط وتطفي النار، وكده يكون جاهز معاكي. ممكن بقى لو عايزه تدلعي البسبوسه قوي تحطي معلقه سمنه للشربات ده، بيدي طبعا لمعه كده للبسبوسه حلوه قوي لما تيجي تحطيه عليها. وبننزل بالشربات سخنه على البسبوسه، والبسبوسه كمان تكون سخنه، وبحط كل كميه الشربات اللي معايا لان هي هتشربه كله. وبكده خلاص بنسيبها بقى تهدى شويه عشان نقطعها. مش قادره اقول لكم طبعا الترميله اصلا باينه من قبل ما نقطعها، شكلها تحفه جدا ولونها خطير بجد. وطبعا البسبوسه بتحلوي تاني يوم جدا، يعني لو انت حابه ان انت تاكليها بسبوسه طعمها خرافه بجد، اعمليها بالليل وكليها تاني يوم هتلاقي حاجه كده خطيره. قطعيها بقى مربعات كده او مثلثات براحتك خالص، وبعد كده ابتدي ان انت تطلعيها من الصينيه، هتطلع معاكي بسهوله جدا جدا، ما فيش اي حاجه لازقه، مرمله جدا، باينه قوي قوي، لونها ذهبي وتحفه جدا. تعالوا بقى ندوق الجمال ده ونشوف الطعم عامل ازاي. وطبعا زي ما انتم شايفين القطعه طلعت بقطعتها، يعني مش متفرفته ولا هي مثلا جامده، لا انت بتطلعيها كده حاجه سوفت جدا، طريه وحلوه قوي وجوسي كده ومرمله جدا جدا. لو ضغطتي عليها كده مش قادره اقول لكم الترميله والجمال والطراوه عامله ازاي. ولو حبيتي برضو ان انت تقطعيها بالمعلقه قطعه هتتقطع معاكي زي الفل. بصوا الجمال اهي بتتقطع معايا قطعه اهي، اقدر اكلها كده بالشوكه واقدر اهرسها. انا بجد بحب جدا البسبوسه لما تبقى مهروسه كده وتبقى مرمله، والفرافيتي اللي بتبقى نازله من الصينيه دي بتبقى بالنسبه لي هي احلى من البسبوسه، حاجه كده وهميه بجد. بصوا ترميلتها على ايدي عامله ازاي، ما شاء الله يا جماعه، طعمها كان تحفه بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وكنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.